سلام البنات، صحة سحوركم. اليوم حضرت هذا العصير للسحور، جا هايل بزاف، بالإضافة إلى أنه مغذي، يعني فيه حوايج مغذية أحسن من تاكلو السكريات والحوايج اللي ما فيهاش الفايدة وما تمدش طاقة للجسم. يعني هذا العصير فيه زرودية، فيه تشينة، فيه القارص، يعني حوايج مغذية وتعطيك طاقة باش تكملي به من اليوم تاعك، وكما نقولوا ما فيهمش السكريات، ماشي كيما اللي جاهزين لبرا. والمكونات تاعو يعني على بالنا الفاكهة شوية غالية، مي كي تكون تشينة هكذا حامضة تقدري تكون رخيصة شوية، تقدري تخدمي بها هذا العصير. راح نوريكم واش حطيت فيه ومن بعد نبدا نخدمه. عندي لهنايا حبات تاع الزرودية، قشرتهم ونقيتهم مليح. لهنايا عندي تشينة شوية حامضة وراح تفسد شوية، 4 حبات. وعندي لهنايا وحدة تاع ليمون، كيما على بالكم باللي الليمون مليح. وراح ندير فيه 2 علب تاع ياغورت، اي جو تحتاجيه نتيا. انا كان متوفر عندي هذا تاع الخوخ، من الاحسن ديري تاع القارص ولا كاين ثاني تاع التشينا، اي نوع. بالعكس جا هايل بزاف كي تخلطي هكذا ليغو كامل مع بعضاهم. احنا نبداو. قطعت لهنا الزروديه قطع رقيقه بلا ما ندير لها اي اضافات، نحطها تغلي فوق النار، وكي تغلي نخلي فيها شويه هذاك الماء تاعها ما نرميش لانه هو ليه فيه الفوائد. راح نضيفه ثاني في العصير. لهنا راح نعصر تشينا في العصاره هي والقارص. العصاره هذه كنت قلت لكم عليها من قبل، هايله بزاف، هم كاينين يتباعوا لبرا دوريجين يديروا 700، وكاين تاع لاشين ما همش ملاح يكونوا شويه رخاص تاع وحده 300 هكذا. راح نعصر القارص والتشينه تاعي، تعصر وتصفي في نفس الوقت. شو هذوك الثقابي هما عباره عن صفايه، تحبي كيما نقولوا تصفيها، يعني ما تهبط فيها حتى فتفوته تاع التشينه والقارص، وتحبي تخليها بلا تصفيه تهبط كامل من تحت. بعد ما عصرتها وكملت راح نفرخها في هذا الطاس اللي راح ندير فيه العصير. والزرودية في نفس الوقت راهي تغلي. لهنايا بالكيل عندي كاس عصير، نحالي 2 كيسان. نحات لي يعني كمية لا بأس بها، 2 كيسان معمرين تاع عصير. نزيد نضيف لهم 2 علب هذيك تاع الياغورت، والباقي نكمل الزرودية والماء. وما تحسولوش كامل بلي راه مخدوم بالزرودية. قبل كي يحكوا عليه عصير الزرودية تقولي بالك تجي فيه هذيك الكو تاع الزرودية، بالعكس ما تحسيهاش كامل باللي زرودية، تحسيها كامل باللي فاكهة هكذا مخلطة. حطيت هذوك العلب تاع الياغورت. ضفت لها لهنايا نصف كاس تاع السكر، اللي ما يحبش السكر ما يضيفوش، لانه على بالكم باللي فيه القارص راح تجي حامضة شوية، وتشينة ثانية حامضة شوية. ضفت هذاك السكر نحرك شوية. نستنى الزرودية تاعي طيب باش نمكسيها، ونمكسي كلش مع بعضاه. وخدمته بما سعيدة باش يولي هكذا بنين، ما ديريش الماء تاع العين، ديري تاع التعمار ولا ما سعيدة. الزرودية تاعي هاي طابت مليح، راح نرحيها بها بالماء تاعها، يعني ما ترميش هذاك الماء اللي يبقى، وما تكثريش بزاف في نفس الوقت لانه راح نضيف له الماء. راح نميكسيها لهنايا، طيبيها مليح مليح، وخاصة كي تكون الزرودية حلوة يجي هايل بزاف يجي بنين. راح نضيف الزرودية تاعي لباقي المكونات الاخرى، وكما قلت لكم نكمل بالماء ونميكسي مليح. وجا سخون شويه ضفت له في الاخر قطع ثلج لاني راح نشربه دركا، واذا كان راح تشربيه من بعد حطيه في الثلاجه يبرد. باقي ضفته له ماء من ماء سعيده ضفت له. نزيد حتى نعمر الطاس للفم ونخلط. تحبي تميكسيه ولا خلطيه غير بالمغرف باش يذوب هذاك الياغورت، وتخلط المكونات مليح في بعضها، وهكذا يكون جاهز. جاهز بزاف، نتمنى انكم تجربوه. راح نزيد نميكسيه. زيت هنايا ضربته شويه هكذا بالميكسر باش يتخلط مليح ويجي لونه هكذا ابيض، ويترحى هذاك الياغورت مليح كيما شفتوا. يعني كلش فوائد فيه فوائد.
قدمت في هذه الكؤوس مع قطع من الثلج لأني استهلكته بركة، وعلى بالكم بلي زرودية سخونة، من الأحسن يعني وجديه قبل المغرب وحطيه في الفريجيدير يبرد ونسحرو بيه مع حاجة خلاف طبعا لأنه وحده ما يكفيش. كيما شوفوا كيفاش جا خاثر وبنين هايل هايل يعني بزاف. جربوه ما تندموش عليه وما خسارش المكونات. ضفت له هذه القطعة تاع الثلج وبالصحة والهنا. هذا هو الشكل النهائي تاعو، يعني باين باللي بنين كي تشوفيه باين باللي بنين.